كم بقي على الأذان؟ كم بقي على الأذان؟ المؤذن كم بقي؟ ها؟ فقط. علينا أن من يقرأ لنا درس؟ من يقرأ كتاب الفتن صحيح البخاري، صحيح البخاري كتاب الفتن. بسم الله، بسم الله والحمد لله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة انتظر. كذلك كتاب الفتن ينقسم إلى قسمين، هو 26 بابا، 26 بابا هي مجموع كتاب الفتن. 13 الأولى للشيخ خالد، وأنا أبدأ من الباب 14 إلى الباب 26، فصفحة 6 عندكم، الصفحة السادسة، الصفحة السادسة عفوا الصفحة الخامسة أسفل، الصفحة الخامسة باب التعرب أو التعزب في الفتنة. هنا نبدأ، هذا الباب 14، فاكتب أنت رقم 14. هذا الباب 14 باب التعزب في الفتنة أو التعرب في الفتنة. هذا بداية النصف الثاني من كتاب الفتن. استعن بالله، يلا صفحة 5 الباب الأخير. أنه دخل على الحجاج وقال: يا ابن الأكوع ألست على أخيبيك تبرأت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن ليخبر بدوي وأن يزيد بن أبي أبي. قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، ولم يزل بها حتى أقبل قبله أن يموت بليال، فنزل المدينة. أكمل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواكب القطر يفر بدينه من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في صحيحه صحيح البخاري: باب التعرب أو التغرب أو التعزب في الفتنة، كلها بمعنى متقارب. التغرب هو أن يكون غريبا، يعني يعتزل ويذهب وحده فيكون غريبا عن الناس. والتعزب نفسها أن يكون عزبا، يعني منفصلا عن الناس، يذهب عنهم فلا يختلط بهم. في الفتنة، والفتنة هي الاشتباه في الشيء، الاشتباه في الشيء واختلاط وكثرة المخالفات. فالاشتباه وكثرة المحرمات والمنكرات إذا كثرت جدا فإنها تسمى فتنة. فالمؤلف يقول: ماذا يصنع الإنسان إذا أصبح في منطقته لا يستطيع أن يقيم الدين؟ أصبح الناس يتهارجون ويفعلون المحرمات وأصبح الدين غريبا، فماذا يصنع الإنسان في مجتمع بمثل هذا؟ فالمؤلف يقول:
باب التعرب في الفتنة. التعرب يعني يكون أعرابيا، فرق بين المدني والأعرابي. الأعراب هم البادية، والبادية سموا من كلمة بدا، يعني إذا برز وظهر. فأنت إذا خرجت إلى الصحراء فإن خيام البادية بادية تكون واضحة، بدأ يعني ظهر، فسموا بهذا الاسم. البدو هو أول من تراهم إذا جئت من سفر إلى منطقة، فأول من تراه ليس أهل المدينة بل أهل البادية، أليس كذلك؟ كل من يقدم إلى أي منطقة فيرى البدو هم الذين يراهم في أول البلد في نواحي المنطقة. بدأ يعني ظهر وبرز وبان، فأول ما يظهر لك هؤلاء، فسموا بالمكان، سموا بادية. فيقول التعرب يعني أن تسكن في البادية أو الهجر البعيدة والقرى الصغيرة وتبتعد عن المدن الكبيرة. متى يكون لك ذلك؟ متى تترك الناس فلا تدعوهم ولا تأمرهم ولا تنهاهم ولا تعيش معهم، بل تنعزل وتبتعد عنهم، يعني لا تختلط بهم. متى يكون ذلك؟ متى يكون ذلك؟ وما حكم أيضا التعرب؟ فما حكم التعرب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقل من مكة إلى المدينة، لما انتقل من مكة إلى المدينة أصبح يجب على كل مسلم أن يهاجر من بلده إلى المدينة، لأن المدينة بلد الإسلام والمسلمون أقوياء، فأهل مكة يجب أن يخرجوا من مكة ويأتون، وأهل البادية حول المدينة من القرى يجب عليهم أن يأتوا إلى المدينة، يأتون ليتعلموا الدين من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن جاء إلى المدينة فيحرم عليه أن يخرج منها ويسكن في غيرها، لا يجوز. سلمة بن الأكوع خرج من المدينة وعاش في البادية، واضح؟ سلمة بن الأكوع صحابي جليل سكن في البادية 40 عاما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له إذا رأى الفتنة أن يخرج. فلما مات الرسول وانتشر المشاكل بعد عمر بن الخطاب، في عهد عثمان صارت مشاكل وقتالات بين الناس، ثم في عهد علي بن أبي طالب صار قتال بين الصحابة، سلمة خرج إلى البادية وعاش فيها 40 سنة، ولم يرجع إلى المدينة إلا بعدما قتل عبد الله بن الزبير، وأصبح الحجاج بن يوسف هو الحاكم في المدينة. الحجاج بن يوسف الثقفي رجل شديد ويعني غليظ، ويقتل حتى بعض الصحابة قتلهم، يعني فعل منكرات عظيمة. فلما جاء سلمة بن الأكوع، سلمة صحابي وكبير، والحجاج بن يوسف صغير وليس صحابيا، بل ولا حتى وليس يعني من أهل الإيمان والفضل والخير، بل كان جبارا ظالما طاغيا. فالحجاج يستغرب على سلمة، يقول: كيف تخرج إلى البادية؟ يستنكر عليه، يا ابن ما يقول أيها الشيخ أيها الفاضل، يقول يا ابن الأكوع، يعني حتى أسلوبه أسلوب سيء. يا ابن الأكوع، لماذا خرجت إلى البادية وتركت المدينة؟ هكذا يقول الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول أنه دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي. من هو الداخل؟ سلمة. وعلى من دخل؟ على الحجاج. والحجاج ما منصبه في ذلك الزمن؟ هو حاكم المدينة، يعني هو الذي أصبح أميرا في عهد عبد الملك بن مروان. جعل الحجاج مسؤولا في المدينة، يعني أميرا على المدينة. فجاء سلمة في ذلك الوقت، جاء متأخرا إلى المدينة، فيقول الحجاج: يا ابن الأكوع، انظر إلى الجفاء وسوء الخطاب، يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، يعني تركت المدينة ثم كالمرتد. المرتد هو الذي خرج من الدين. يقول: أنت خرجت ليس من الدين، خرجت من الخير والمدينة وأهل المدينة إلى البادية، لماذا؟ والرسول يقول: لا تخرجون من المدينة، فلماذا خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سلمة يريد أن يبين، يقول: أيها الحجاج، أنت وأمثالك جعلتم الفتنة في المدينة، فكيف أسكن؟ أنت وأمثالك جعلت الفتنة في المدينة من الظلم والطغيان،
حتى أصبح الحجاج بن يوسف الثقفي يعني يسب ويتكلم ويؤذي آذى كثيرا من الصحابة والتابعين. فيقول أنت من أسباب الفتنة في المدينة. فقال ابن الأكوع قال تعربت يعني أصبحت أعرابيا؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي أن أخرج إلى البادية عند الفتن، فالرسول سمح لي، أنا ما خالفت وإنما خرجت لما رأيت الفتن. سلمة خرج من المدينة في وقت الرسول أو بعد وفاته؟ بعد وفاته بفترة. فيقول الرسول أخبرني أنه سيكون فتن وأن الأولى بالإنسان أن يخرج، فالرسول أذن لي أن أخرج من المدينة إلى البادية لأن هناك فتن لا أستطيع أن أقوم بالدين على الوجه الأكمل. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة ابن الأكوع إلى الربذة. الآن يبين متى خرج سلمة ابن الأكوع من المدينة وصار في البادية؟ بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى. متى رجع؟ رجع بعد 40 سنة، خرج بعد مقتل عثمان وبقي 40 عاما في الصحراء يعيش تارك المدينة، ورجع في آخر حياته لحبه أن يموت في المدينة فقط، ورجع لأنه أحس بأن عمره قد انتهى فرجع إلى المدينة، بقي أيام فقط، ليالي، ثم مات في المدينة رضي الله عنه. فلما رجع ما رجع من أجل المدينة ولكن من أجل الفضل أن يموت في المدينة، من أجل الفضل أن يموت في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقبر مع أصحابه في مقبرة البقيع. قال خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة، يعني تزوج في البادية، وولدت له أولادا، فلم يزل بها أي بالبادية حتى أقبل قبل أن يموت بليال فنزل المدينة، يعني حبا في الموت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم. يوشك أن يسرع ويقرب، يعني هذا الأمر قريب. يوشك يعني أوشك أن يؤذن، يعني الأذان قريب. يوشك يعني سيأتي، أسرع سيأتي، وأقبل. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني يقرب أن يكون خير مال المسلم غنم. تعرفون الغنم؟ أن يكون خير مال المسلم غنم. تعرفون الغنم؟ الشياه والماعز والتيس. من يستخدمها؟ أصحاب المدينة أو أصحاب البادية؟ يوشك أن يأتي الإنسان فيكون أحب المال إليه ما يستخدمه أهل البادية فيذهب عندهم هناك. متى ينبغي للإنسان أن يترك المدينة ويذهب إلى البادية يعيش ويترك الناس لا يعلمهم ولا يختلط بهم؟ متى؟ عند كثرة الفتن، ليس دائما ولكن عند كثرة الفتن. فلا ينبغي للإنسان أن يخرج من المدينة ويترك الناس ولا يعلمهم ويعيش معهم، فإن الاختلاط بالناس أفضل. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يصبر على الناس، خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، وفي كل خير. واضح؟ فهنا متى يجب على الإنسان أن يخرج من المدينة ويعيش وحده؟ عند فساد الناس، عند الفتن يخرج. أما ما عداه فلا يجوز، بل يبقى يعلم الناس ويصبر حتى لو كان الناس يفعلون معاصي مثل الآن ليس فساد كبير عريض، الناس فيهم خير وفيهم شر. إذا غلب الشر نعم الآن الخير يغلب، لكن هناك شر بلا شك، فيجب على الإنسان أن يبقى ويعلم الناس، فإذا تكلموا عليه أو أعرضوا فلا بد أن يصبر
وأن يتحمل، ولو آذوه، ولو تكلموا عليه في عرضه، ولو سجنوه لا بد أن يصبر، لأن الآن الحمد لله الناس مقبلون، الإنسان يصلي براحة ويصوم براحة ويذكر الله براحة وينصح الناس ويعلمهم ويعظهم في المساجد، ما حد يقول له أي شيء. فهنا الأولى أن يبقى ويخالط الناس ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف يعني أعلى ورؤوس الجبال، الشعف يعني أعلى ورؤوس الجبال، لأن أكثر ما يكون الأشجار التي تأكلها الأغنام فوق ليس أسفل. هذا في مناطق الحجاز واضحة، في مناطق الحجاز أطيب الأكل للبهائم هو فوق، تصعد إلى أعلى ثم تأكل منه. شعف الجبال ومواقع القطر، مواقع المطر، أين يأتي المطر ويبقى المطر ليشرب البهائم يذهب إلى هناك، فالإنسان يذهب إلى رؤوس الجبال تأكل ثم ينزل إلى الوادي فتشرب من هذا الماء، ويترك الناس لأن الناس قد فسدت أديانهم وكثر الشر فيهم، فأفضل شيء تأخذ الغنم وتذهب إلى الصحراء وتعيش فيها إلى أن تموت في هذه الأماكن الغريبة. قال يفر بدينه من الفتن. فما الذي أخرجه حب دينه ويخاف على دينه فيفر إلى البادية خروجا من الفتن التي تعصف به. هذا معنى الحديث. الذي يليه باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا من السائل؟ الصحابة، سألوه أسئلة كثيرة جدا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام غضب من كثرة أسئلتهم. هناك أسئلة ليس لها قيمة كبيرة، يعني هناك أسئلة لا ينبغي أن تسأل، يسألون بكثرة حتى الرسول غضب شديد عليه الصلاة والسلام، فصعد على المنبر غضبا من كثرة أسئلتهم التي بعضها ليس لها فائدة كبرى يعني، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى أحفوه. ما معنى أحفوه؟ يعني أكثروا عليه وألحوا عليه، ألحوا وأكثروا. حتى أحفوه بالمسألة يعني أكثروا وألحوا بالأسئلة عليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فقال وهو غضبان قال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، فأنا رسول من عند الله، اسألوني ما شئتم. يقوله غضبا وهو غاضب. فجعلت، أنس يقول جعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثيابه يبكي، يعني طأطأ رأسه وأدخل رأسه في ثيابه وبدأ يبكي خوفا. الصحابة، أنس يقول نظرت يمين وشمال فإذا الصحابة يضعون رؤوسهم على حجره ويغطي بثوبه لئلا يراه أخوه وهو يصيح فيبكون. لماذا يبكون؟ يخافون أن الرسول يدعو عليهم أو شيء، الرسول غضب عليه الصلاة والسلام فيخافون خوفا شديدا، أو قد يسألون فيجيب جواب شديد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل، يعني قام رجل يسأله، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. في رجل في المدينة كان إذا خاصم أحدا فيقولون له إذا غضبوا اذهب أنت لا يعرف أبوك، هكذا يقال له كلما خاصم أناس أنت ليس لك أب اذهب. فقام قال يا رسول الله من أبي؟ هل أنا ابن زنا؟ يدعونه إلى غير أبيه، الذي يدعى إلى غير أبيه هو ابن الزنا.
فهم إذا تخاصم معهم في الشوارع قالوا أنت تنسب إلى غير أبيك. كثيرا يسألوا يقولون كلما غضبوا وتناقشوا وخاصموا إذا جادل ولاح. ما معنى لاح؟ لاح ما معناها؟ قال رجل كان إذا لاح، ما معناها؟ أنا قلت قبل قليل لاح يعني خاصم وجادل، خاصم وجادل. ماذا تسمى بالأندونيسي إذا أنت تجادل شخص بقوة وتناقشه مناقشة؟ ماذا يسمى؟ ها؟ يعني تغضب وتناقش، أنت ما تعرف وهذا يقول أنت ما تعرف وأنت، وهكذا يناقشون بشدة. ماذا يسمى؟ ها؟ ها؟ أعطوني كلمة. طويلة هذه. طويل جدا. فهمتم؟ ها؟ فيقال له أنت لا يعرف أبوك، أنت لا يعرف أبوك. فكان يغضب في ذلك اليوم. قام لما الرسول قال اسألوني ما شئتم أخبركم، فقام يا رسول الله من أبي؟ من هو أبي؟ الرسول يأتيه وحي من السماء فقال أبوك حذافة. أبوك حذافة، هو اسمه عبد الله بن حذافة، وهم يقولون لا ليس حذافة أبوك، هذا اسم آخر، أبوك ليس هو هذا، أبوك رجل قد زنى بأمك. فلما قام قال أبوك حذافة، هو عبد الله بن حذافة، فرح أن أباه حذافة وعرف من هو أبوه. هو اسمه عبد الله بن حذافة، لكن الناس يقولون لا ليس حذافة، أبوك شخص آخر. فلما قام قال رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال الحمد لله الآن اسمي عبد الله بن حذافة حقيقة، فأبي هو أبي. أبي الذي تقولون أنه ليس أبي أصبح هو أبي، لأن الرسول قال أبوك حذافة. طيب، ثم أنشأ عمر فقال، عمر كان خائفا، فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من شر الفتن. قال من سوء أو قال من شر الفتن. نعوذ بالله من شر الفتن، يعني لا نحب أن نغضب الرسول، لأن إغضاب الرسول فتنة عظيمة، هذا رسول من عند الله، فإذا أغضبته فإن الله سيحاسبك ويعاقبك. فيقول عمر يقول يا رسول الله اهدأ، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وأنت رسول من عند الله، فنحن لا نناقشك يا رسول الله، أنت معزز مكرم، نعوذ بالله من الفتن. يقول عمر نعوذ بالله، يعني يريد أن يهدئ الرسول عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. سبحان الله العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الشباب أيها الإخوة الكرام يعطيه الله ما لا يعطي غيره، يرى أشياء ما نراها، يرى أشياء بعينه ما نراها، ويرى أشياء بعيدة جدا يراها بعينه. رأى الجنة بعينه، وقدم له عنقود من العنب وهو يصلي صلاة الكسوف، يصلي صلاة الكسوف، تعرفون صلاة الكسوف، فكان يصلي بهم ثم تقدم وقال هكذا وهو يصلي، هكذا يقول وهو يصلي بهم، ثم قرأ ثم رجع ويقول هكذا. رأيت النار كيف تأتي النار؟ يقول هكذا وهو يرجع إلى الوراء وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. لما انتهى من صلاته فأراد أن يبين لهم لماذا صنع هكذا ثم رجع هكذا، قال عرضت علي الجنة فأعطيت عنقود من عنب، لو أنني أخذته لأكلتم منه إلى أن تموتوا، يبقى ما يفسد هذا العنقود من الجنة، ولكنه الله عز وجل لم يعطه، أخره لكم في المستقبل.
وإني رأيت النار حتى كاد أن يحطمني حرها، يعني كنت أن يأتيني نارها ثم تحرقني، وهو يصلي يراها حقيقة ليس خيال، حقيقة. قال: ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم. رأيت عمرو ابن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاءه يجرها هكذا كالحمار يمشي بها، رآه بعينه. فالرسول يقول لما غضب قال: ما رأيت مثل اليوم أبدا، ما رأيت مثل ما رأيت اليوم، رأيت الجنة ورأيت النار. يعني يقول لهم: إني رسول صدق، عندكم أمامكم جنة رأيتها، وهناك نار رأيتها اليوم، رأيت الجنة ومن فيها. رأى قصرا فقال: لمن هذا؟ يقول للملائكة، قالوا: هذا لعمر بن الخطاب. فالرسول ذهب خشية أن يغار عمر، فبكى عمر. قال: يا رسول الله عليك أغار؟ الرسول يقول: رأيت هذا القصر ورأيت النساء ليست لي حور عين، لك يا عمر، فأنا هذه النساء أنت عندك غيره، فذهبت وانصرفت. فبكى عمر. قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ الرسول رأى بعينه عليه الصلاة والسلام، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. قال: ورأيت النار، فرأى النار ورأى أهلها يعذبون، رآهم بعينه. أين رأى النار؟ رآها دون الحائط، هنا من داخل المسجد. قال: رأيتها دون الحائط، رأيتها هنا نار وجنة كبيرة ضخمة، ثم يراها دون الحائط عليه الصلاة والسلام. فالرسول ذلك اليوم كان غاضبا غضبا شديدا، حتى أنه رأى ما لا يرى، رآه بعينه. الله جاء بالجنة وجاء بالنار حتى رآها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إذ إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة الراوي عن أنس يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لأن الصحابة أكثر السؤال، فالرسول غضب عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسألوا، إن جاء الحكم من الله الحمد لله، إن لم يأتي فلا تسألوا ما لم ينزل فيه وحي من السماء. وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بهذا الحديث، وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. نفس الأول. الذي يليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. الفتنة من قبل المشرق. حديث قال: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر. الرسول قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. سبحان الله العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن مستقبل لم يأتي بعد. وقف في المسجد يقول: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا. من أين؟ قال: من حيث يخرج قرن الشيطان. وفي رواية: من حيث يخرج قرن الشمس. وفي رواية: من المشرق، من نجد. نجد بالنسبة إلى المدينة هي بادية العراق، يعني أول العراق. العراق شرق المدينة، والرسول في المدينة، فقام من جهة المشرق، أشار إلى المشرق، قال: من ها هنا، يعني من الشرق تخرج الفتن، من حيث يخرج قرن الشيطان. هل الشيطان له قرن؟ نعم، له قرنان. وقبل غروب الشمس، انتبهوا، قبل غروب الشمس
وفي أول شروق الشمس، أول شروقها وقبل غروبها، يأتي الشيطان ثم يخرج. لماذا؟ لأن هناك من البشر من يعبد الشمس، فيقومون يعبدون الشمس، فيقوم الشيطان يخرج كأن هؤلاء يعبدونه هو. أتى في وقت عبادتهم للشمس عند غروبها أو عند شروقها، فيخرج تكون الشمس تغيب بين قرنيه أو تخرج عند قرنيه، فكأن الناس يعبدونه وهم يعبدون الشمس. هذا المكان هو قرن الشيطان من جهة الشرق. هذه الفتن تخرج من هذا الشرق. سبحان الله العظيم، الفتن تخرج من العراق، الفتن تخرج من العراق. فالقتال الذي دار بين علي ومعاوية في العراق، والحسين قتل، الحسين بن علي بن أبي طالب قتل في كربلاء مدينة في العراق. والقتال بين علي بن أبي طالب وعائشة في معركة الجمل، عائشة والزبير وطلحة وعلي بن أبي طالب، قتالهم في العراق، قتالهم في العراق. وحركة النفس الزكية التي كانت لما خرج محمد بن عبد الله، النفس الزكية من آل البيت، كانت المعركة والقتال كان في العراق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج ليصلي صلاة الفجر في رمضان، ثم طعن وقتل أين؟ في العراق إلى يومنا الحاضر. والحروب في العراق إلى اليوم الحروب في العراق كثيرة. فصدق صلى الله عليه وسلم. والدجال أيضا يخرج من الشرق، الدجال الذي سيأتي في المستقبل يخرج من جهة الشرق. فالشرق في الشرق، شرق المدينة اللي هو العراق، هذا منبع الفتن ومنبع الشرك ومنبع القتال وكثرة الفتن من جهة الشرق من العراق. هذا كله أيها الإخوة الكرام مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشير إلى الشرق ويقول: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يخرج قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس، أو قال من المشرق. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، يقول: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. الذي يليه حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق، مستقبل المشرق، يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. والذي يليه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. تعرفون الشام؟ سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان، هذه تسمى الشام. هذه بلاد مباركة باركها الله سبحانه وتعالى، دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام المباركة. الشام بلد مبارك، بلد خيرات، والناس فيهم خير كثير إلى يومنا الحاضر، إلى يومنا الحاضر. الشام أرضها تخرج أفضل أنواع الأطعمة إلى اليوم، إلى اليوم في مكة والمدينة وفي الرياض وفي جدة تباع الفواكه التي تأتي من الشام. وزيت الزيتون أفضله في العالم كله يخرج من فلسطين. هذا يا أخواني بركة. لماذا؟ لأن أهلها أهل دين بسطاء يحبون الخير، ليس فيهم الغلظة والشدة والجفاء كالأعراب، لا، أهل الشام فيهم اللطف، يعني طبيعتهم طبيعة طيبة كأهل أندونيسيا، مسالمون، يحبون الخير، قريب جدا من الخير، ما يحبوا الاعتداء. ولذلك في أندونيسيا لا يوجد فيها حروب الحمد لله، بلد آمن ما فيها حروب، الناس آمنون،
ليس هناك مشاكل مثل ما تكون عند العرب والعجم وغيرهم. هنا هدوء جدا. في الشام كذلك، في الشام فيها هدوء، فالرسول يقول اللهم بارك، يعني أكثر الخير فيها في شامنا. ثم قال اللهم بارك لنا في يمننا. تعرفون اليمن؟ اليمن تعرفونه؟ قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. اليمن فيها الخير والصلاح وطيبة الناس، واليمن بلد كبير. أبو هريرة من اليمن، أبو موسى الأشعري من اليمن، الطفيل بن عمرو الدوسي من اليمن، ضمام الأزدي من اليمن. هؤلاء جاءوا من اليمن. اليمن إلى يومنا الحاضر سبحان الله، إلى يومنا الديانة فيهم قوية، أهل دين وحفاظ للقرآن الكريم كثير جدا، الرجال والنساء. فالرسول يقول اللهم بارك لنا في يمن، اجعل فيها البركة في أرضها وفي أهلها، فأهلها قلوبهم طيبة والمنكرات فيها قليلة والشرك نادر عندهم. يعني الشام واليمن فيهم الخير والهدوء والطيبة، حب الخير. الصحابة ماذا قالوا؟ الصحابة ماذا قالوا؟ ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما قال ذكر الشام واليمن؟ قالوا وفي نجدنا، يعني في العراق، يا رسول الله ادعو للعراق أن تكون ذات بركة. نجدنا يعني العراق، يعني العراق. وفي نجدنا قال عليه الصلاة والسلام هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. إلى اليوم يا أخواني، إلى اليوم العراق بلد يعني لو تعيش مع أهله فيهم الجفاء، فيهم الحرارة، فيهم الغلظة، فيهم الشدة، فيهم البأس، فيهم حب القتال وحب القتل وحب سفك الدماء. ليس في كلهم لكن في نسبة كبيرة جدا منهم. الآن الشيعة في العراق يذبحون أهل السنة ذبح شديد بقوة، يحبون سفك الدماء ويضربون في يوم عاشوراء بهكذا وهكذا وهكذا، لبيك يا حسين، يعني لبيك سنقاتل العرب، هكذا يقولون، نقاتل السنة. فسبحان الله من ذلك الزمن إلى يومنا الحاضر والفتنة في العراق. الرسول يقول اللهم بارك لنا في الشام وبارك لنا في اليمن. فالصحابة يقول يا رسول الله في العراق؟ قال لا، هذه أماكن الفتن، منها يخرج قرن الشيطان ومنها يخرج قرن الشمس ومنها أيضا يخرج الدجال، وهو الذي لم يمر مثله من الفتن الدجال. الحديث الأخير في هذا الباب عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر. سعيد بن جبير هذا تابعي، بل من كبار التابعين، عنده علم كثير. سعيد بن جبير عنده علم عظيم حتى أنه أصبح مرجع للتابعين، يسألونه كثيرا. سعيد بن جبير هذا من كبار التابعين. سعيد بن جبير يقول خرج علينا عبد الله بن عمر بن الخطاب. خرج علينا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر صحابي وسعيد بن جبير تابعي. قال فرجونا، نحب أن يحدثنا حديثا حسنا. لما جاء عبد الله بن عمر، يا أخوان الصحابة والتابعين يحبون العلم، فلما جاء عبد الله وهو صحابي التابعون فرحوا، قالوا جاء عبد الله اسألوه الآن فرصة، يعني استغلوا هذا الشيخ الكبير عبد الله بن عمر فاسألوه عما تحبون أن تسألوه. قام رجل قال فبادرنا إليه، بادرنا يعني استعجل إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن. عبد الله بن عمر ابنه الكبير عبد الرحمن، فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، أعطنا أحاديث عن القتال في الفتنة. والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يا أخوان السائل هذا يحب القتال، السائل يحب القتال، ويقول أن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. سأله في زمن قتال بين طائفتين مسلمتين، وهؤلاء الخوارج خرجوا وأصبحوا يقتلون في المسلمين. فهذا السائل كأنه من الخوارج يقول يا عبد الله بن عمر أعطنا أحاديث
أعطنا أحاديث نحتج بها على أننا نقاتل على صواب. هو يحب القتال، فقال عبد الله بن عمر: أنت مجنون؟ الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ماذا يعني الله فتنة هنا؟ ليس الفتنة أن تقاتل المسلم، الفتنة قاتل الكفار لئلا يرتد المسلم إلى دينهم. وقاتلوهم، الله يقول: قاتلوهم يعني قاتلوا الكفار حتى لا تكون للمسلم فتنة فيفتن في دينه. إذا مسكه الكفار ارتد عن دينه. فلا بد المسلم إذا رأى أن الكفار يفتنون المسلمين بدعوتهم إلى الشرك والكفر فهنا قاتل الكفار. أي كفار يؤذون المسلمين فقاتلوهم. الآن عبد الله يقول بن عمر يقول: الآن الذي أراه أنا قتال من أجل الملك، من أجل الدنيا، ليس من أجل الله. عبد الله بن عمر لما جاء كان في قتال بين التابعين وهم مسلمون، بينهم نزاع من أجل من يحكم من يملك وهم مسلمون، فقال: هذا قتالكم ليس قتالا، هذا قتالكم هو الفتنة. وإنما الله قال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك وكفر ينتصر على الإسلام فيرتد المسلم عن دينه. فيقول: أنتم على خطأ. عبد الله يقول: يا سعيد بن جبير أنتم على خطأ، أنتم على خطأ. لأن سعيد بن جبير خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، تعرفون هذا. فسعيد بن جبير خرج على الحجاج، حتى أن الحجاج قتل سعيد بن جبير. الحجاج أخذ سعيد بن جبير، أخذوه بحثوا واختفى، يختفي فمسكه الحجاج، ثم جاء بالنطع بالجلد، ثم أجلسه وأخذ السيف، ثم قتل سعيد بن جبير من كبار التابعين، عالم كبير، لكن صارت فتنة في مكة فقبض عليه ثم قتل سعيد بن جبير. قبل أن يقتل بفترة يقول: يا عبد الله بن عمر أعطنا أحاديث تقول بأننا نقاتل على حق. قال: لا، أنتم هذه قتال فتنة. الآن للأسف يا شباب يوجد أناس يريدون الخروج على الحكام والقتال، سبحان الله العظيم. يوجد من يدعو إلى الاحتجاجات والخروج على الإنسان، سبحان الله العظيم. مسلمون هادئون مطمئنون، وأن تريد أن تثير الفتن من أجل إسالة الدماء. يقول: لا بأس، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. سبحان الله، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون كفر وشرك، حتى لا يكون الكافر يؤذي المسلم فيرده عن دينه. فعبد الله بن عمر أراد أن يصحح الآية في ذهن هؤلاء الذين يحبون أن يسفكوا الدماء ويقولون: نقاتل حتى لا يكون فتنة. سبحان الله، هذه هي الفتنة. قتالك هو الفتنة، وخروجك هو الفتنة، وهو الشر، وهو الذي يفرق بين الناس إذا كانوا على صلاة وصيام. الخطأ لابد أن يوجد، والمنكرات حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام علاج المنكرات لا يكون بالخروج وإراقة الدماء، لا يكون بالكلام والسب والشتم وبيان المنكرات، فإن العامة لا يعلمون. هذا يفرق صف المسلمين. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول فقال عبد الله بن عمر: هل تدري ما الفتنة؟ يعني أيها السائل أنت أخطأت، هل تدري ما الفتنة التي نقاتل من أجل أن لا توجد؟ قال: ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم اليوم على الملك. فأنت يا سعيد بن جبير ومن معك وإن كان عندكم علم فإن قتالكم هذا من أجل الدنيا، قتالكم هذا وخروجكم. الحجاج بن يوسف نعم ظالم لكنه مسلم، ظالم جبار لكنه مسلم، حاكم في مكة والمدينة، فكيف تخرج عليه يا سعيد بن جبير؟ فأنتم لا تقاتلون. قالوا: كيف؟ الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون فساد. قال: لا، الفساد الذي دون الشرك لا نقاتل. فإذا وصل إلى شرك وصد الناس عن دين الله، هنا الله قال: يا محمد قم وقاتل المشركين لئلا يبتلوا الناس في دينهم فيردوهم إلى الكفر والشرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن حضر الأذان، ليس كذلك؟ حضر الأذان؟ إن كان في سؤال واحد فقط قبل الأذان أو نؤذن. إذا كان فيه سؤال واحد
فقط قبل الأذان، أو يؤذن ثم نكمل؟ يؤذن ثم نكمل ولو 5 دقائق ثم، أو نؤخر الأذان حتى نجيب على السؤال. سؤال تفضل. شاف كما عرفنا فيما بينت لنا آنفا أنه بلدة مباركة وفي أمن، وما نرى الآن هناك حرب منذ زمان، كيف يعني؟ أحسنت. يقول قلنا بأن الشام بلد مبارك وأمن وخير، والآن نشاهد ما يحصل. ما يحصل هذا فقط 5 أو 6 سنوات أو 10 سنوات، لكن 1000 سنة مرت من أحسن فنحن ننظر إلى الكثرة، ننظر حتى اليمن الآن فيها قتال، فيها مشاكل، لكن الرسول يبين بأنها أهل بركة وخير يرجعون بسرعة، يعني الشر لا يمتد. بينما العراق من أكثر من 1000 سنة إلى الآن وهم مشاكل كثيرة جدا. فهذه البلاد مباركة، وإن حصل أحيانا بعض الأخطاء لكن لا تدوم سنوات كثيرة جدا. الناس يرجعون والإسلام ينتصر وأهل الخير يكونون هم الأعلى، وإن جاء أهل الباطل في زمن معين يعني 5 أو 10 أو 20 سنة، لكن لابد أن يزول، فالناس يصبرون حتى يزول ذلك المنكر الذي يعم البلاد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.